لما تحبي تدلعي اولادك لازم تبدعي طبعا وتعملي لهم اجمل حاجة واحلى حاجة. ايه رأيكم في الجاتو القمر ده جاتو حلو جدا، مبهج قوي للاولاد. في الاجواء الصيفية الجميلة اللي احنا فيها دي، الواناته حلوة جدا وتشد الاطفال وتشد الكبار كمان، والله ما شاء الله حلو جدا. طبعا ده الجاتو اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ده جاتو عملناه بالدقيق سبونج الجاهز. قبل كده عملت لكم مقادير الاسبونج البيتي، وهسيب لكم مقادير الاسبونج البيتي في صندوق الوصف. عملنا الجاتو ده وريكم طريقة التفريز بتاعته. فرزناه مع بعض التغليفة اللي انتوا شايفينها دي، وعينتها في الفريزر، قعدت معايا حوالي اسبوعين، قعدت اسبوعين تقريبا في الفريزر. بعد كده طلعتها بقى علشان اشتغل فيها واعملها. طبعا هناخد الطبقة الأولانية كده. ومعايا هنا ده سيرب خفيف أو مية بسكر وعليه شوية فانيليا، الحاجة المتاحة أو الموجودة عندك. نبدأ نسقي حاجة بسيطة كده. الكيك ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا وطري وهش وحلو قوي. هناخد طبقة من الكريمة. طبعا لو انتي حابة تحشيه مفيش اي مشكلة، هو بس هو عادة الجاتو مش بنحشيه، لكن لو انتي حابة تحطي فيه اي حشوات بما انه للبيت، انا عاملاه لبيتي مش اوردر. لاني انا موقفه الاوردرات بقالي فتره، فانا بشتغل الحاجات دي للبيت او للاولاد. فانا ما حبيتش ان انا احشيه، استكفيت بس باني احط فيه طبقه الكريمه بس. وهنبدأ نقفله كده مع بعض. طبعا هو جاتو مثلثات زي ما انتم شايفين، احنا بنتعامل معاها معاملة التورتاية، بس انا يعني ما اديتهاش التقفيلة اللي هي يعني اداري فيها الكيك، لا ما فرقتش معايا بصراحة، لاني كده كده ده جاتو اصلا يعني. مش فارق معايا ان انا اقفل الطبقة اللي هي الحواف بتاعت الجاتو او التورتاية، هي كده شبه التورتاية. قفلناها التقفيله كده اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، ونضفنا البورد. معايا دي القطاعه بتاعت الجاتو مثلثات. هي ناحيه بتبقى 12 وناحيه 10. انا عملت الناحيه اللي فيها 10، قلت حلوه قوي، 10 قطع كويسين جدا. طبعا مقاس الصينيه بتاعتنا دي مقاسها 26. تمام، الصينيه اللي معايا دي مقاسها 26، او التورتايه دي او الجاتو ده مقاسه 26. بدأت أعلم بس كده بالسكينة، وجبت معايا هنا 4 أطباق، وحطيت في كل طبق معلقة واحدة كريمة، معلقة واحدة بس. وجبت 4 ألوان، واللون الخامس هنطلعه من ال4 ألوان دول. حطيت لون الأصفر هنا واللون الموف، وحطيت اللون اللبني. يبقى استخدمت هنا اللون الأصفر، شايفين معلقة واحدة بس كريمة، واللون البينك ده بينك، واللون الموف تمام، واللون اللبني. حطيت بصوا حاجة بسيطة، لاني انا عايزة الالوانات هادية، انا مش عايزة الالوانات تكون غامقة قوي او شديدة كده، لا انا عايزاها الوانات هادية خالص. بدأت اخد المثلث الاولاني خالص اللي انا بدأت بقى اعلمهم كده، واعمل باللون اللبني كده، امشي عليه زي ما انتم شايفين رايح جاي على المثلث اللي انا علمته. عشان كده احنا علمنا في الاول خالص بالقطاعة او بالحاجة اللي بنعلم بيها الجاتو المثلثات. بعد كده عملت اللون الاصفر جنب اللون اللبني، حسيت ان اللون الاصفر جنبه هيدي شكل حلو قوي. بدأت كده امسك الالوان واشوف ايه اللون اللي يمشي جنب اللون التاني. انا عايزة الالوانات تكون هادية كده ويكون شكلها حلو. هاخد اللون الموف، والموف عاملاه موف هادي خالص، يعني الالوانات انا عاملاها هاديه خالص زي ما انتم شايفين. متنسوش لايك الفيديو، ومتنسوش طبعا لو انتوا اول مره تشوفوني او تشوفوا قناتي تشتركوا، وان شاء الله الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم تعجبكم ان شاء الله. هنا هحط اللون بقى اللي هو البينك. اللون البينك ده لون هادي جدا. اللون ده بقى هنطلع منه اللون الخامس. هما 5 ألوان، بنعمل كل لون 2 مرتين فهيدونا 10 قطعة. اللون ده بقى اللي هو البينك حطيت عليه نقطة واحدة بس فوشيا، نقطة خفيفة خالص كده باللون الفوشيا، اداني اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. لون حلو قوي وفتح معايا الالوان، بما ان الالوان هاديه جدا جدا، فاللون ده فتحها شويه كده معايا، اداها شكل حلو جدا. شايفين بقى شكل الالوان، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. دي الالوان انا بوريها لكم اهي، جميله وكلها معلقه معلقه، وبقى معايا كمان يعني معلقه كتير قوي والله. فمعايا هنا بقى دي طبرات. طبعا انا اخترت الطبرات الاشكال دي، قلت هتليق بقى مع الالوانات
السمك بقى وعروسة البحر والحاجات الجميلة دي هتليق مع الالوانات الجميلة دي، الوانات صيفية كده، والطبرات نقلتها في حتة تانية خالص. عملنا جاتو بشكل جديد مختلف، مفيش بقى فيه شوكولاتات ولا روزتات ولا كريسبيات ولا اي حاجة. عملنا بقى شكل حلو قوي ينفع للاولاد وفي المناسبات واعياد الميلاد، حلو قوي قوي. بدأت ارص بقى طبرات صغنطوطة كده انا طبعاها، وعملت لكم فيديو بيها، وان شاء الله هسيب لكم الفيديو بتاعها برضو في صندوق الوصف للي حابب يرجع ويعرف ازاي بنطبع الطبرات دي. ودي لوحدها على فكرة تنفع مشروع من البيت. هبدأ بقى اوزعهم كلهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا الوردة دي انا عاملاها بشوكولاتة، كنت حابة احطها في النص، مسكتها كده لا حسيت ان شكلها مش لطيف او مش يعني مش لايقة بصراحة، فجبت ده كده ورحت جايه حطاه وقلت لا ده لايق عليهم خالص. نحط في النص كده. ممكن تطلعيها اوردر بالشكل اللي انت شايفاه ده كده زي ما هي، واللي هياخدوها يقطعوها كل مثلث لوحده، او ممكن تقطعيها زي ما هنقطعها مع بعض دلوقتي وهنشوف شكلها. بس انا عن نفسي افضل ان انت تقطعيها، بتدي شكل حلو قوي لما بتقطعيها، بتبان بقى ان هي جاتوه مثلثات فعلا كده، شكلها تورتايه يعني، الشكل كده تورتايه، لكن لما نقطعها افضل. هبدأ بقى طبعا هشيل دي كده علشان اعرف اقطعها. هبدأ امسك السكينة. عايزة اقولك على حاجة، بس لو انت هتطلعيها اوردر لازم تسقعيها كويس قوي في الفريزر، عشان لما تقطعيها القطع ما تطلعش من جوه كده الكيك نفسه تحس ان هو مهري كده، لا بيطلع متساوي جدا جدا. والسكينة تكون محطوطة في مية سخنة، وبتمسحيها بعد كل مرة بفوطة، وتقطعيها بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا طبعا بما اني عاملاها للبيت كنت حطاها في التلاجة اصلا، سبتها حوالي ساعتين 3، بعد كده طلعتها قطعتها على طول. فما سقعتهاش جامد في الفريزر ولا الكلام ده، لاني دي انا مش مطلعاها اوردر. عايزه اوريكم بقى شكل القطع جامبو كبيره جدا، شايفين حجم القطعه ما شاء الله كبيره، اللهم بارك، حلو قوي قوي. شايفين شكل عامل ازاي، جميل جدا 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 بصراحه يعني، شكلها مبهج وحلو قوي قوي. وطبعا ممكن تحطي بقى الطبرات اللي انت عايزاها، يعني لو عايزه تحطي اي كرتونات اي الوانات بقى انت تبدعي وتعملي الاشكال اللي انت عايزاها. انا بديكي الفكره بس، وانت بقى تبدعي وتعملي اشكال كتيره قوي قوي بطبرات بقى مختلفه والوانات مختلفه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ انا هصورها لكم كمان على فكره في الشمس عشان تشوفوا لونها على الطبيعه، لان الاضاءه بتاعتنا بتغير والله يا جماعه، ما بتظهرش الحاجه على حقيقتها. بصوا انا مسكتها بقى كده في الشمس عشان اوريها لكم الالوان دي على طبيعتها. شايفين شكلها ما شاء الله تحفه بجد، حلوه قوي قوي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسونيش في لايك كومنت حلو كده منكم، لو في اي استفسار انا تحت امركم، بحبكم جدا جدا، واسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.